السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأحبابي الكرام. أهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. وصفتنا لليوم إخواني هو الفول، الطبق الرئيسي للإفطار أو للسحور. هلقيت حطينا علبتين فول غسلناهم، حطينا مية وغليناهم. نحتاج 4 معالق طحينة. إخواتي أنا استعملت المعلقة اللي هي معلقة الطعام. عندي هون 4 معالق لبن، نفس كمية الطحينة بحط لبن. نحتاج درسين توم. اخواتي انا هرست التوم بهاي الماكينة، واللي عنده مدقة بقدر يدقهم بالمدقة. اخواني يلي مو مشترك في قناتي بتمنى منه يشترك، ان شاء الله حننزل وصفات لذيذة. هلقيت بنحتاج نص ليمونة، او حسب الرغبة، اللي بحبها حامض بحط ليمونة. نحتاج معلقة صغيرة من الكمون، ونصف معلقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، وبنخلط الخليط مع سوا. إخواتي اكتبوا لي ماذا فعلت أول يوم في رمضان. هلقيت إخواني بنجيب نص كاسة شاي من مرقة الفول اللي غليناها مع الفول، وبنحطها فوق الخليط، وبنخلط الخليط مع مرقة الفول. اخواتي اي حدا مو مشترك في قناتي بتمنى منه انه يشترك. هلقيت اخواني بجيب الفول اللي غليته بحطه فوق الخليط. هلقيته بس حطيت الفول على الخليط بلخبط الفول مع الخليط، بخلي الفول يتغرق بالخليط. هلقيت بنجيب حبة بندورة بنقطعها قطع صغيرة. اخواتي كل حدا بتابعني على قناتي بتمنى منه انه يكتب لي كيف الاجواء في رمضان في بلاده. لقيت اخواني بنحتاج عرق من البقدونس بنقطعه قطع صغيرة. اخواني بس تعملوا هاي الوصفة بتمنى منكم تكتبوا لي كيف الطعم طلع معكم. هلقيت اخواني بندير الخليط بصحن التقديم او بطبق التقديم. هاي الطريقة ما في حدا عملها مثل هاي الطريقة بالطريقة الصحيحة. إخواني اعملوها وجربوها، للأمانة إخواني هاي الطريقة الصحيحة. هلقيت إخواني بنزين صحن الفول بالبندورة اللي قطعناها سابقا. إخواني إذا ما كان صحن الفول موجود على الميدة تاعت رمضان ما اسمه فطور. هلقيت اخواني بنزين صحن الفول بالبقدونس اللي قطعناه سابقا. هلقيت عندي بودرة الفليفلة بنزين فيها صحن الفول، وهاي بودرة الفليفلة اختياري، ممكن تحطه ممكن ما تحطه، بس بتدي طعم للصحن الفول كتير مميز. هلقيتها بنحط ملك صحن الفول اللي هو زيت الزيتون، وهذا الصحن لازم نغرقه زيت زيتون. وهيك انتهت وصفتنا لليوم. كان معنا صحن فول مدلل، وإن شاء الله بتجربوها وبتنال إعجابكم. وبتمنى من كل حدا ما اشترك في قناتي يشترك، لأنه إن شاء الله حننزل وصفات
حننزل وصفات تعجبكم كتير ومميزة وعلى دين كيفكم. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير من قناة أكلات شهية. إخواني لا تنسوا تشاركوا أحبابكم وأصحابكم بالفيديوهات بالوصفة، وتنصحوهم يعملوا هاي الوصفة، وتبعتوا لهم رابط قناتي حتى يشتركوا في قناتي. وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم، والسلام عليكم.